بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها نينا بتكون قاعدة مع عرافة بتقرا لها كروت التاروت عشان تعرف ايه اللي هيحصل لها في المستقبل. فبتسحب العرافة أول كارت وبتبدأ تحلل شخصيتها، وبتقول لها ان هي شخصية اجتماعية وبتقدر تتواصل مع الناس وتخليهم يحبوها بسرعة جدا، وأفضل ميزة فيها انها بتحب أصحابها وبتخاف عليهم. فبتأكد نينا كلامها وبتقول لها ان هي بتعتبر أصحابها دول عيلتها التانية، وده لأنهم دايما بيدعموها وبيقفوا جنبها. وبتحكي لها عن كل واحدة فيهم، وبتكون أول واحدة فيهم هي ميرا اللي بتشتغل دكتورة بيطرية واللي تعتبر أقرب واحدة ليها لأنها ناضجة ودايما بتنصحها. والتانية اسمها ميشيل، ودي صاحبتها اللي بتعتمد عليها دايما لأن شخصيتها قوية، لكن مشكلتها ان هي بتحب تعمل علاقات كتير مع الشباب. والتالتة اسمها فيفي، ودي بقى مثقفة ومهووسة بالجيمز والروايات. وبتقول نينا ان هي بلوجر مشهورة على الانستجرام وعندها 327 ألف متابع، وحلمها ان هي توصل للمليون متابع وتتجوز حبيبها ماركو اللي بيشتغل مدرب في الجيم، وبيكون ماركو مشهور زيها على الانستجرام. فبتقرا لها العرافة كروت التاروت وبتقول لها ان هي هتروح رحلة هتغير حياتها تماما وهتكون السبب في انها تنجح وتحقق حلمها. وتاني يوم بتتصور نينا سيشن عشان تنزله على الانستجرام، وبتلاقي صاحبتها ميرا بعتلها فيديو لحبيبها ماركو وهو بيخونها مع واحدة تانية، فبتروح له عشان تواجهه وبتتخانق معاه، لكن بتتصدم اول ما بيقول لها ان هو ما بيحبهاش ومش عاوز يكمل معاها. وبترجع البيت وهي منهارة وبتنزل ستوريهات على الانستجرام وهي حزينة. ولما بيعرف صحابها اللي حصل بيروحوا يزوروها في البيت عشان يطمنوا عليها، فبيلاقوها بتتكلم مع واحد صاحب فندق وبيعرض عليها تحضر كرنفال وتقضي اسبوع في الفندق بتاعه على جزيرة، وده عشان ترشح الفندق ده للمتابعين بتوعها مقابل 10,000 دولار. فنينا بتقوله ان هي هتتنازل عن الفلوس مقابل انها تاخد صحابها معاها في الرحلة دي. فبيفرحوا كلهم بالخبر ده ما عدا ميرا، واللي بتكون متضايقة ومعترضة عشان هي ما بتحبش الاماكن الزحمة، وده بسبب انها تاهت من امها وهي صغيرة، ومن وقتها وهي عندها عقدة وبتخاف من الاماكن الزحمة. فبتوعدها نينا انها مش هتسيبها ابدا وهتفضل جنبها طول الرحلة. وبعد 3 ايام بيسافروا جزيرة سلفادور، وبيستقبلهم واحد اسمه مايك واللي بيكون شغال في الفندق اللي هيقعدوا فيه، وبيعرفهم انه هيكون المرشد السياحي بتاعهم طول الرحلة وهيفسحهم في الجزيرة. وبالصدفة بتشوف نينا بلوجر مشهورة تانية اسمها لولا، واللي بيكون عندها 10 مليون متابع على انستجرام، وبتكون بتشتغل عارضة أزياء. وبنعرف ان هي جت الجزيرة مخصوص عشان تحضر الكرنفال ده. ولما بتوصل نينا واصحابها للفندق بيتفاجئوا انه فندق بسيط جدا ومش فندق فخم زي ما كانوا متوقعين. وبيعرفهم مايك على زميله سمير واللي بيكون بيشتغل مرشد سياحي معاه في الفندق، وبيكون واضح على سمير انه معجب بفيفي. فبتسأله نينا على رقم الأوضة اللي هتقعد فيها لولا البلوجر المشهورة، وبتكون متحمسة جدا عشان هتقابلها وتتصور معاها. فبيقول لها مايك ان لولا قاعدة في الفندق الفخم اللي جنبهم، وده لان الفندق ده مستضيف كل البلوجر اللي عندهم اكتر من 1,000,000 متابع، لكن هي عندها 327 ألف متابع بس. وبعدها بيديها اسورة لونها ابيض هي واصحابها عشان الامن يعرف انهم نزلة في الفندق. ولما بيسألوا عن الاساور الحمراء اللي معاه بيقول لهم ان دي اساور النزلة اللي في الفندق التاني. فبيطلعوا اوضتهم وبيلاقوها صغيرة جدا، واول ما بيبصوا من الشباك بينبهروا بحمام السباحة بتاع الفندق الفخم اللي جنبهم، وبيضطروا انهم يتقبلوا الامر الواقع وبينزلوا حمام السباحة اللي في الفندق بتاعهم. ولما بيلاقوا صغير بيبدأوا يحسوا بالملل لانهم ما توقعوش ان الفندق بتاعهم هيكون بسيط بالشكل ده، وبيقرروا انهم يروحوا الفندق بتاع لولا لانه مستواه اعلى. لكن المشكلة ان الفندق ما بيسمحش لحد بالدخول غير النزلاء اللي بيكونوا لابسين اساور لونها احمر، فبيلونوا الاساور بتاعتهم بالروج وبيخلوا لونها احمر، وبيقدروا يدخلوا الفندق التاني بكل سهولة. وبتاخدهم نينا حمام السباحة عشان يتبسطوا، وفجأة بتشوف لولا وهي ماشية في الفندق فبتروح تتكلم معاها وبتقول لها ان هي بتحبها جدا ونفسها تبقى بلوجر مشهورة زيها، وبتتصور معاها عشان تنزل الصورة على الانستجرام. ولما بترجع بتقعد مع اصحابها وبينزلوا حمام السباحة وبيتمسح اللون الاحمر من على الاسورة بتاعتهم، فبيشوفهم واحد من الامن وبيطردهم من الفندق. ولما بيخرجوا بيشوفوا سمير المرشد السياحي اللي مايك عرفهم بيه، وبيسألوا لو يعرف ميك اب ارتست عشان تعمل لهم مكياج عشان يحضروا بالليل. فبيبعت لهم واحدة على الأوضة بتاعتهم، وبتتفق معاها نينا ان هي هتديها فلوس مقابل انها تعمل لها دعاية على الانستجرام. وبالليل بيروحوا الكرنفال وبيحضروا حفلة للمغني المشهور فيردي، وبعد الحفلة بتفتح نينا لايف عشان توري المتابعين بتوعها انها بتحضر حفلة على جزيرة سلفادور. فبيجي 2 شباب وبيتنمروا عليها، فبتطلب منهم يبعدوا عنها. وهنا بيتدخل فيردي المغني المشهور وبيدافع عنها وبيعرفها على نفسه، فبتشكره عشان دافع عنها، وبتقعد تتكلم معاه وبتقوله ان هي بتحلم يكون عندها 1,000,000 متابع على الانستجرام
رغم ان كل الناس شايفين ان حلمها ده تافه، لكن اصحابها هم الوحيدين اللي بيدعموها وبيقفوا جنبها، عشان كده مستحيل تبعد عنهم مهما حصل. فبيعجب فيردي بكلامها وبيعزمها على سيشن هيعملوا كل مشاهير السوشيال ميديا، وهيكون معمول في الفندق اللي فيه لولا. وبعدها بتروح نينا تقعد مع اصحابها، ولما بتلاقيهم سكرانين بتحاول تفوقهم وبيتمشوا مع بعض بعيد عن الكرنفال. فبتطلع ميرا ازازة ويسكي من شنطتها وبيقعدوا يسكروا على البحر لحد ما بيناموا. وتاني يوم بتصحى نينا وهي مفزوعة لانها اتأخرت على السيشن اللي هتعمله مع فيردي، وبتشوف سمير وهو خارج من البحر وبتخليه يوصلها الفندق. واول ما بتوصل بتلاقي السيشن خلص، فبتعتذر له وبتقوله ان هي اتأخرت لان الفندق بتاعها بعيد عن هنا. فبيستغرب كلامها لانه كان فاكر انها قاعدة هنا معاه في نفس الفندق، وبيعرفها ان هو مش مسموح لحد يقعد في الفندق ده غير البلوجر اللي عدد المتابعين بتوعهم فوق 1,000,000. وبعدها بترجع للفندق بتاعها وهي متضايقة جدا، وده عشان اتأخرت على السيشن لانها كانت عاوزة تتصور مع فيردي وتنزلها على الانستجرام، وده عشان تزود عدد المتابعين بتوعها. فبيجي مايكل اللي شغال في الفندق وبيقول لها ان فيردي قرر ينقلها هي واصحابها للفندق اللي هو قاعد فيه. فبتفرح نينا هي واصحابها، ولما بيروحوا الفندق التاني بيطلعوا اوضتهم وبيلاقوها كبيرة واحسن بكتير، وبيكونوا مبسوطين جدا عشان الامور اتحسنت والرحلة هتبقى كويسة. وبينزلوا الجاكوزي وبيحتفلوا كلهم بنينا عشان المتابعين عندها بقوا 500,000. ولما بتشوفها البلوجر المشهورة لولا بتكون غيرانة منها، وده عشان هي واصحابها بيحبوا بعض. وبتروح نينا تتكلم معاها وبتطلب منها تعمل كومنت على الصورة اللي تصوروها مع بعض. فبتتجاهل لولا كلامها وبتقول لها ان هي لو عاوزة تتشهر ويكون عندها 1,000,000 متابع لازم تستغنى عن اصحابها وتبعد عنهم، لانهم هيكونوا مصدر ازعاج ليها ومش هيخلوها تفكر في حلمها ومستقبلها. وبالليل بتخرج نينا هي واصحابها عشان يروحوا الحفلة بتاعت فيردي، وبتنسى في كارت الدخول بتاعها وبتضطر هي ترجع للفندق عشان تجيبه. فبيقرر صحابها يروحوا معاها ما عدا نينا، وبتقول لهم ان هي هتدخل الكرنفال عشان تتصور مع فيردي. وبيكون واضح عليها انها بدأت تفكر في كلام لولا فعلا، وبدأت تحاول تبعد عن صحابها. فبتدخل الكرنفال وبتقابل فيردي وبيعرفها على المساعد بتاعه وبياخدها الأوضة بتاعته في الفندق. وهناك بيتفاجئ فيردي بكل البلوجر والمشاهير عاملين له حفلة عشان يحتفلوا بنجاح الأغنية الأخيرة بتاعته، وبيكون من ضمنهم لولا واللي بتكون غيرانة من نينا عشان قدرت تقرب من فيردي كمان. في الوقت ده بيكون صحاب نينا داخلين الكرنفال وبيشوفوا الصحافة وهم منزلين صورة نينا مع فيردي وكاتبين ان في علاقة ما بينهم. فبيقرروا انهم يستمتعوا بوقتهم ويسيبوا نينا عشان يدوها فرصة تقرب من فيردي وما يكونوش هم عائق قدام مستقبلها. لكن نينا بتكون قاعدة لوحدها في الحفلة وبعدين بترجع اوضتها عشان تنام، ولما بتسمع صوتهم بتتجاهلهم وبتعمل نفسها نايمة. وتاني يوم بيجي مايك عشان يفسحها هي واصحابها وبياخدهم في جولة في الجزيرة. واثناء ما كانت فيفي ماشية مع ميرا بتشوف سمير المرشد السياحي وبيكون بيتكلم مع جروب سياحي وبيكلمهم عن جمال الجزيرة. فبتقول لها ميرا انها ملاحظة ان سمير معجب بيها وان هي لازم تديله فرصة وتحاول تتكلم معاه. فبترفض وبتقول لها ان هي بتدور على شخص مثقف زيها ويكون بيحب الروايات والافلام. وعشان تأكد لها ان سمير ما فيهوش المواصفات دي بتروح تسأله شوية اسئلة عن هاري بوتر وعن روايات مشهورة. فبتتفاجئ انه هو بيجاوب على كل الاسئلة، فبتتبسط جدا انه اخيرا لقيت الشخص المناسب ليها وبتعترف له بحبها. في الوقت ده بتروح نينا مع مايك عشان تتفرج على الجزيرة من مكان عالي وبتحاول تصور كل المناظر الطبيعية بالموبايل. فبيمنعها مايك وبيقول لها ان هي لازم تستمتع بوقتها وتتخلى عن حياة السوشيال ميديا حتى لو لفترة قصيرة، وده عشان ما تحسش بالملل وتفقد معنى الاستمتاع بالحياة. وده لان في لحظات مهمة في حياة الانسان لازم يستمتع بيها زي وجود شخص بيحبه جنبه وبيكون واضح عليه من نظراته ليها ان هو بيحبها. فبياخدها المكان بيتجمع فيه سكان الجزيرة وبيوريها الناس وهي بتستمتع بوقتها من غير الموبايل والسوشيال ميديا. فبيشوفها راهب وبينادي عليها وبينصحها انها تؤمن بقدراتها وما تخليش حد يغير من شخصيتها مهما حصل. وبترجع الفندق بعد كده وبتلاقي فيردي باعت لها رسالة على انستجرام وبيعزمها هي واصحابها على حفلة عاملها في بيته. وتاني يوم فعلا بتروح الحفلة هي واصحابها وبتسألها ميرا ليه ما نزلتش الصور اللي تصوروها مع بعض على انستجرام. فبتقول لها نينا ان هي قررت تفصل حياتها الشخصية عن الشغل عشان كده ما نزلتش الصور دي لان هي مش هتزود لها المتابعين. وبتعرفها ان هي بعد كده هتنزل على الاكاونت بتاعها كل صورها مع المشاهير بس
عشان التفاعل يزيد وتوصل لل1,000,000 متابع. فبتتخانق معاها صاحبتها ميشيل وبتتهمها ان هي اتغيرت وبقت أنانية. وطبعا كل التغيير الجذري اللي حصل ده في شخصية نينا ده بسبب كلام لولا. ولما بيوصلوا للحفلة بتقعد نينا مع فيردي وبيقول لها انه كتب أغنية جديدة وبياخدها الاستوديو بتاعه عشان يعرفها على المنتج. في الوقت ده بتشوفها لولا وبتكون غيرانة منها لان هي قدرت تكسب حب واهتمام فيردي. وبعد شوية بتخرج نينا من الاستوديو وبتلاقي صاحبتها ميشيل سكرانة وقاعدة مع مجموعة شباب. فبتحاول تفوقها وبتقول لها ان تصرفاتها دي هتفضحها قدام الناس لانها دلوقتي بقت مشهورة ولازم تخاف على سمعتها عشان ما تخسرش المتابعين بتوعها. فبتتضايق ميشيل من كلامها وبتقول لها ان هي مش هتغير شخصيتها عشان ترضيها. وبتنط في حمام السباحة وبتقع على رقبة واحد من المعازيم وبتكسر رقبته. فبتيجي الإسعاف عشان تنقله. وبعد ما الحفلة بتخلص بتمشي نينا هي وأصحابها عشان يرجعوا الفندق. وبيقول لهم مايك ان فيردي بعت لهم دعوة عشان يحضروا الحفلة بتاعت بالليل وبيكونوا موجودين على عربية الموسيقى بتاعته. فبيفرحوا كلهم بالخبر ده وبتتفاجئ نينا ان عدد المتابعين بتوعها بقوا 800,000 متابع. وطبعا كل ده بفضل رحلتها على الجزيرة والصور اللي بتاخدها مع المشاهير. وأول ما بترجع الفندق بتلاقي فيردي باعت لها هدايا كتيرة جدا وبتتصدم بخبر على النت وهو ان كل الناس بتهاجم لولا. وده بسبب انها عملت لقاء على التلفزيون وهي سكرانة ومش في وعيها وفضلت تهاجم في السود وبتشتمهم. وبسبب ده خسرت 1,000,000 متابع على الانستجرام وكل الناس بتهاجمها وبتتهمها بالعنصرية. وبعدها بتروح نينا واصحابها الحفلة وبتكون ميرا خايفة ان هي تتوه زي ما حصل معاها وهي صغيرة. فبتوعدها نينا ان هي هتفضل معاها ومش هتسيبها. ولما بيدخلوا الحفلة بتفضل ماسكة ايديها عشان يروحوا للعربية بتاعت فيردي لكن بسبب الزحمة ميرا بتتوه. فبتحاول نينا تدور عليها في كل مكان لكن للأسف مش بتلاقيها هي واصحابها. فبتقرر تنساهم وتستمتع بوقتها. وبعد شوية بتلاقي عدد المتابعين عندها بقوا 900,000 متابع فبتفرح جدا. وبعد ما بتخلص الحفلة بتركب العربية عشان ترجع الفندق وبتتصل بصحابها وبتلاقي تليفوناتهم كلها مقفولة. ولما بترجع للفندق بتدور عليهم في الأوضة فبتتفاجئ انهم كلهم اخدوا شنطهم ومشيوا. فبتفهم انهم اتخلوا عنها بسبب أنانيتها وبتفضل تعيط عشان خسرت صحابها مقابل الشهرة. وبتفتكر قد ايه صحابها كانوا واقفين جنبها طول الوقت وكانوا دايما بيدعموها وعايزين يشوفوها بس مبسوطة. فبعدها بتفتح لايف على انستجرام وبتتكلم مع المتابعين بتوعها وبتقول لهم ان هي خسرت اصحابها بسبب انانيتها وان هي عاوزة تعتذر لهم على كل اللي هي عملته معاهم وده لانها بتحبهم جدا وما تقدرش تعيش من غيرهم. ويمكن حلم الشهرة خلاها ما تفكرش غير في نفسها لكن في الحقيقة انه صحابها اهم حاجة في حياتها. وفجأة بتلاقي صحابها دخلوا اللايف بتاعها وبتفضل تعيط وبتطلب منهم انهم يسامحوها على انانيتها لكنها بتتفاجئ انهم واقفين وراها وبيقولوا لها انهم مسامحينها وانهم كمان ما يقدروش يبعدوا عنها لان هي صاحبتهم. وتاني يوم بتتمشى نينا في الفندق وبتكون حققت حلمها اخيرا ووصلت ل1,000,000 متابع. وفي طريقها بتقابل لولا وبتشوفها وهي لابسه هدوم غريبه وبتحاول ما تلفتش الانتباه. فبتقول لها ان هي متنكره عشان ما حدش يشوفها وده لانها عملت لقاء على التلفزيون وهي سكرانه وفضلت تشتم في السود وده خلى كل المتابعين بتوعها يتضايقوا منها ويطاردوها في كل مكان. ولما بدأت تخسر شهرتها فهمت اخيرا ان الانسان ما يقدرش يعيش من غير اصحاب عشان كده قررت تمسح الاكاونت بتاعها اللي فيه 9,000,000 متابع وترجع لاصحابها اللي باعتهم عشان الشهرة. فبتروح نينا تقابل اصحابها وبيتجمعوا كلهم عشان يستمتعوا باخر يوم ليهم في الرحلة وبتعترف لمايك انها معجبة بيه وبتحبه. وبعدها بيحضروا كلهم حفلة الفيردي اللي عاملها بمناسبة نجاح الاغنية بتاعته وبتقرب لاصحابها بعد ما فهمت اخيرا انهم اهم حاجة في الحياة. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم وهرد على كل الكومنتات.